كليشة العيد على طريقتي ما شاء الله تخبل، هيش تطلع وياكم ذهبية وهالشيء وريحتها تجيب التاير. طريقتي اللي معتمدتها من سنوات كلش طيبة وتبيض وجه. وهالمرة السر مو بس بالعجينة، سويت لكم حشوات تخبل. حشوة الجوز هالمرة خليت وياها حلاوة شكرية والطعم صار خيالي. أما حشوة التمر فأني أسهي السمسم، بعدها أضيف التمر والجوز شوية دهن حر وهيل وأعجنه على النار لحد ما يصير بهذا الشكل. حشوة المبروش هم أسويها بطريقة مختلفة، أسهي المبروش على النار بحيث هيك يصير ذهبي. خليت وياها فستق حلبي وشكر وهيل وشوية شيرة خفيفة. أما حشوة الحلقوم فضفت وياها فستق حلبي شوية دهن حر وهيك الحشوات صارت جاهزة. العجينة 1 كيلو طحين، حليب باودر، هيل وشكر وملح. هكتب لكم إياها بالتفاصيل أسفل الفيديو. هنا عندي 2 كوب دهن حر وأسويها بهاي الطريقة. حط الطحين كله يتغلف بالدهن، بعدها راح أضيف لبن و1 كوب حليب سائل ويا ملعقة صغيرة خميرة، ونعجن لحد ما تصير العجينة بهذا الشكل. وما يحتاج أخليها تتخمر هواية، نص ساعة كافي. تشكيل الكليتشة حسب ذوقكم، أنا سويت بقالب التمر هذا اللي كلكم تحبوه. أخلي بالوسط فستق يطلع شكلها وطعمها كلش حلو. أما حشوة المبروش فلازم عندي أسويها بهذا الشكل مال الضفيرة. وهاي الحشوة مال الجوز وحلاوة لازم تجربوها، طعمها كلش طيب. بعد ما شكلنا الكليتشة راح أدهنها بخليط بيض وياها شوية حليب سائل وفانيلا. والشويفة أكيد فرني الكهربائي من جورانيا، خليتها على حرارة 220 من الأسفل مع المروحة. تحتاجوا تشغلون من فوق فكلش عادي. وهيك طلعت عندنا أطيب كليتشة، وبيها ضمان مستحيل تيبس أو يتغير طعمها قد ما تبقى عندكم. وبهيك أقولكم كل عام وانتم بخير وعساكم من عواده.